يعني مش تيجي توصلني؟ طب وانا مالي، انت كنت خارج مع اصحابك ولا لا؟ طب انا رايحه الامتحان دلوقتي، كنت مستنيك تيجي توصلني. طب انت كده اتاخرني على اللجنه، ما قلتليش ليه من امبارح؟ اوف، طب سلام. دبيتي خناقه مع خطيبك قبل الامتحان؟ ازاي اروح الامتحان وانا مخنوقه زهقانه متخانقه؟ هسيب كمان بعد الامتحان، يعني هفسخ خلاص. ازاي تروحي الامتحان وانتي متخانقه مع خطيبك؟ الوضع ده يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان انا الفكره جات لي في انه فعلا بيحصل قدامي، او كان ممكن ما حصلش معايا، بس كان بيحصل قدامي ان بنات بتتخانق مع جوازاتها او مع خطابها فاهمين قبل الامتحان، فكانت بتخش امتحان متوتره وزعلانه، ممكن تكون بتعيط وممكن تكون متضايقه، وكل الحاجات دي ممكن تنسى الاجابه وتضيع لها عليها السنه ومجهود الترم كله. فازاي تخشي الامتحان من غير ما تكوني متخانقه مع خطيبك؟ طيب، اول حاجه ما تعتمديش ابدا ان ممكن يوصلك كل يوم، خاصة ان الخطيب يا جماعة هو لسه شخص غريب عنك، فما ينفعش ما يحقلوش انه يوصلك في كل مكان بدون معرفة اهلك، وفي نفس الوقت هو ملهوش لازمة ان هو يوصلك الجامعة ولا يجيبك من الجامعة طالما مش مكتوب كتابكم. تاني حاجة، ما تلزميهوش بحاجة هو ممكن يكون مش هيعرف يعملها في الوقت ده بالذات. ممكن يكون سهران مع اصحابه زي اختنا كده اللي في اول الفيديو، روح متاخر، سهران في الشغل روح متاخر، كان عنده ارق ما نامش كويس فبرضه هيصحى متاخر، نسي ما كانش عامل حسابه وقال ما يكسفكيش فلقى نفسه برضه مش قادر ينزل، ايا يكن. ما تحطيش ان هو لازم يوصلك، حطيها كده كحاجه، يعني مش حاجه سبيشال قوي، ما تحطيش ان هي حاجه سبيشال قوي ممكن تحصل بقى وكده. لا، حطي ان هي حاجه عاديه، حصلت خير وبركه، ما حصلتش انا مش هزعل يعني. anyway الموضوع يبقى بسيط وحلو ومش مجهد في التفكير بالنسبه لي. انت رايحه تمتحني، كل اللي عايزه اقولك في حته الجزئيه دي ان امتحانك، دراستك، مستقبلك هو اهم شيء، اهم شيء. مش هقولك اهم من الجواز، لان انت لو جالك الزوج المناسب والخطيب المناسب والكفء، لا اتجوزي وتخطبي وعيشي حياتك عادي جدا، الدراسه عمرها ما هتوقف حياتك. ولكن الناس اللي بتوقف حياتها، ماشي، بتوقف حياتها عشان الدراسه او بتوقف دراستها عشان الجواز، لا انا مش مع دول خالص. انت المفروض تواجبوا الاتنين مع بعض عادي، لو تقدري تعملي كده. مش هتقدري فدراستك اهم، مستقبلك اهم، كيانك اهم. في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي دي، في الظروف الاقتصاديه وفي الظروف النفسويه اللي احنا بقينا فيها، وفي الحياه اللي بقت رتمها سريع وغاليه وحاجات كتير قوي، المفروض تحطي لنفسك تارجت انه لازم انجح، لازم اكون ليا كيان، لازم يكون ليا شغل، لازم يكون ليا هوايه اقدر ان انا اكسب منها فلوس. ف ده ما تعرضش مع خطيبك. طيب ممكن تعملي ايه لو حصل الموقف ده معاكي؟ اولا خلاص تهدي وحاولي تفكري في خطه بديله، لو انت ما كنتش حاطه اوريدي خطه بديله انه لو ما جاش وصلك فانت خلاص يعني ركبي مواصلات وروحي الجامعه بخير وبسلامه، مفيش اي حاجه خالص، اوكي. اما لو لقيتي نفسك مخنوقه جدا ومتضايقه، حاولي انك تلطفي الجو، ان هو خلاص اوكي انا بس كنت عامله حسابي انك جاي معايا، فدلوقتي انا هتصرف انا وهروح الجامعه ومع السلامه. او ما تقفلي معاه، انسي كل اللي حصل، فكري انه كان عندك مشوار وتأجل، يعني عارفين، فكري بره الصندوق شويه، كان عندك مشوار اتأجل فاني واي يعني حياتي هنروح مشوار تاني، تمام. ف يعني الحاجات اللي بقولها لكم عليها دي انتوا ما تعتمدوش ان هو يوصلك، او تعتمديش ان هو يعني يجيبك او كده. وما تاخريش نفسك وانزلي بدري، وحطي في نفسك كده اللي هو انا رايحه امتحن، انا رايحه ابني مستقبلي بيه او من غيره، انا كده كده هوصل الجامعه ان شاء الله يعني. بس يعني انا حبيت ان انا اديكم نصايح كده بسيطه وفيديو لطيف وخفيف قوي انا عارفه، بس انا حبيت اديكم ده لانه بيحصل قدامي، فببقى نفسي جدا اروح اقول للبنت اللي بتعيط او زعلانه دي، بقول لها ما تزعليش انت داخله على مستقبلك، فانسي كل حاجه وفكري في مستقبلك. حاولي ان انت تتعلمي الفصلان، يعني افصلي من بيتك وروحي امتحاناتك، او لو انت متجوزه افصلي من خطيبك وروحي امتحاناتك، فاهمين؟ لو انت مخطوبه فحاولي تعلمي نفسك الفصلان، اول ما تنزلي من باب البيت انت بس تفكري في الحاجه اللي انت رايحه لها، انسي كل حاجه وراكي عشان تقدري تركزي وتقدري ان انت تستوعبي انت رايحه تعملي ايه. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ويا رب كلكم تنجحوا، كلكم ما تتخانقوش ابدا، واشوفكم مع السلامه.